حماتي دي فوق راسي قبل وانا بحب الحموات قوي يا بنت بس ابعتي لي ابنك قبل ما تيجي اصلا. ابعتي لي ابنك الاول. انا بحب الحموات جدا الحقيقه. انا لما ربنا ان شاء الله هيرزقني يعني بعريسي المستقبلي، ان كانت حماتي دي هلاك ولا ملاك انا هحبها وهعاملها فوق راسي، علشان زي ما انا عايزه الراجل ده يعامل امي فوق راسه، وكانت دي اول شرط في حياتي كلها ان امي دي تبقى فوق راسه، اذا انا حماتي انا كمان هتبقى فوق راسي وهعملها احسن ما يكون. مش هقدر اقول يعني ان انا ايه لما تيجي مثلا تقولي اقعدي معايا نظفي لي الشقه ساعديني معرفش ايه، هقول لها لا اصل انا بخاف على ضوافري، اصل انا ما اقدرش عشان معرفش ايه. انا مش هعمل كده تماما، بالعكس انا هكون معاها وهساعدها وهقف جنبها وهفضل كده كويسه معاها. يعني ايه يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي احسن. فلما انا هقدم الخير هلاقي الخير، حتى لو هي عاملتني المره الاولى وحش والمره الثانيه وحش والمره الثالثه وحش، اكيد في المره الرابعه هتعاملني كويس. ولو هي مش هتعاملني حلو خالص، ابنها هيشيل كل ده فوق راسه. ولو هما الاثنين طلعوا وحشين اتطلق بقى وخلاص، مش هقدر. بصوا خليكم فاكرين شيرين قالت ايه عشان لما تتجوز وارجع لها بقى التسجيل ده. هنشوف بقى ساعتها. بصي مش هنقدر نقرر غير لما هي تتجوز ونشوف حماتها هتطلع ايه. انا بقى من وجهة نظري يعني ما شفتش حماتي، فمش طبعا اللي بيبقى في التجربه غير اللي بره التجربه. كان نفسي ان انا اشوفها، وكان نفسي يبقى لما اصحابي يقعدوا يحكوا لي ده انا رايحه لحماتي، ده مش عارف جابت لي ايه، او حماتها وحشه او حلوه. كان نفسي اجرب التجربه دي. انا بقى كدينا كنت بحب قوي اصلا طول عمري اصاحب الناس الكبيره في السن. يعني انا ممكن اخرج مع الناس عماتي الكبار في السن الجدود، بحب كده. فحاسه ان انا كنت هحبها قوي. لو هي بقى كانت مش كويسه، في حموات، واحنا النموذج اللي بنتكلم عليه الحما اللي هي مش كويسه بتاعه المشاكل. في انواع كتير جدا من الحموات مش كويسين، ورأي الطب النفسي في الموضوع ده كتير جدا، خصوصا الحما المتسلطه، الحما المتدخله، الحما الغيوره. كل نوع من الانواع دي بيقول لك انك انت تتعاملي معاها انك انت حاضر، طيب، انت صح، انت صح. ودايما يبقى الجدال مع الزوج مش مع الحما. دايما انت صح، انت كويسه، دايما تجيبي لها هدايا، دايما تزوريها. ده راي الطب النفسي مش رايي انا، لان كده او كده الام عمرها ما هتتغير وحماتك مش هتتغير، لكن انت اللي لازم تعرفي انك انت تتعاملي معاها ازاي وتكسبي ودها، لان عمرنا ما هنقدر نغير حمواتنا. وهو كمان هيشيلك فوق راسه زي ما شيرين زميلتي قالت. ده من وجهه نظري الشخصيه.